النهاردة هحكي لكم عن فيلم دراما وغموض وإثارة اتعرض سنة 2014 بعنوان Before I Go to Sleep. كريستين بتصحى من النوم تلاقي نفسها نايمة جنب راجل. بتقوم تلبس هدومها وتمشي على الحمام. تلاقي حيطان الحمام مليانة صور ليها مع الراجل ده. بصت على إيدها لقت دبلة الجواز. بعدها خرجت من الأوضة لقت بان مستنيها على السرير. قال لها إنهم اتجوزوا من 14 سنة وإن عندها 40 سنة. وهي بتلبس بدأ يشرح لها إنها من 14 سنة اتعرضت لحادثة عربية واللي سببت لها إصابات خطيرة خلتها مش قادرة تحتفظ بالذاكرة. بمعنى إنها بتفتكر أحداث اليوم بس، ولما تنام بتنسى كل حاجة وتصحي تفتكر إنها لسه في العشرينات من عمرها. بين طلب منها إنها تثق فيه، لكن هي كانت مرعوبة. وهو بيجهز الفطار فضل يحكي لها عن حياتهم سوا وعن فرحهم. وقبل ما يروح الشغل وراها ورقة مكتوب فيها أماكن الحاجات اللي ممكن تحتاجها في البيت. كريستين قرت ملاحظة مكتوب فيها إنها لازم تجهز شنطة. سألته فقال لها إنه هياخدها رحلة بمناسبة عيد جوازهم. بعد ما سابها ومشي، كريستين فضلت تايهة ومش مستوعبة اللي بيحصل. فجأة التليفون رن، وكان على الطرف التاني الدكتور نعش اللي شغال معاها في علاج ذاكرتها. قال لها إن ممكن يكون بن ما يعرفش إنها بتشوف دكتور، وطلب منها تدور على علبة أحذية في الدولاب. فتحت العلبة ولقيت جواها كاميرا. نعش قال لها تشغلها. ظهرت تسجيلات ليها وهي بتتكلم عن مشكلة ذاكرتها. من أسبوعين كانت كريستين راكبة مع الدكتور ناش في العربية. اعترف لها إن علاقتهم المهنية مش طبيعية شوية، لأنه بيجي ياخدها من البيت ويقابلها من غير ما جوزها يعرف. كريستين كانت خايفة ومش فاهمة. دخلوا باركينج وقال لها إنه لقاها من 6 شهور. شرح لها إنه دكتور في علم النفس العصبي وكان بيجهز بحث عن نوع فقدان الذاكرة اللي عندها، وعشان كده قرر يساعدها من غير مقابل. وهم ماشيين على مكتبه قال لها إنها حتى وهي مش فاكرة مين هو لما كلمها تاني يوم وافقت تكمل معاه العلاج. كريستين كانت قالت لبان قبل كده إنها عايزة تتعالج، لكنه رفض تماما لأنه شايف إن العلاج النفسي جربته قبل كده وما فادهاش غير إنها تعبت أكتر. في مكتبه اداها الكاميرا وقال لها تعمل مذكرة يومية بالفيديو، وقال لها إن إصابتها جت من هجوم عنيف من 10 سنين وإنها تعرضت لضربات متكررة في دماغها. كريستين اتلخبطت لأنها كانت متأكدة إن بن قال لها إنها حادثة عربية. الطبيب وراها مقالات صحف عن الهجوم وقال لها إن محدش يعرف مين اللي عمل كده غيرها هي. قبل ما يمشوا طلب منها ما تقولش لبن عن الكاميرا عشان تحس إنها حرة تعبر عن أفكارها. قال لها تخبيها في مكان معين وهو هيتصل بيها كل صباح يفكرها بيه. وافقت على خطته. الليل ده وهي مع بن في البيت وهو بيجهز مشروب الكاكاو، راحت الحمام وسجلت أول فيديو شرحت فيه مشكلتها مع الذاكرة. ولما سمعت بن طالع بسرعة خبت الكاميرا ورجعت السرير تتظاهر إنها نايمة. صبح تاني يوم صحيت كريستين لقت نفسها جنب بن مثل إنه لسه نايم، وبعدها أعاد نفس الحوار معاها عن حياتها وزواجهم. هي ما كانتش فاهمة بتعمل إيه طول النهار وباين عليها الزعل. بعدها كانت في العربية مع الدكتور ناش وبتتفرج على الفيديو. قالت إنها لو ما كانتش بتسجل كانت هتصدق كل حاجة بيقولها بن، زي قصة حادثة العربية. بدأت تشك هو كمان بيكذب عليها في إيه تاني. الدكتور ناش قال لها إنه مش هيقدر يكلمها في تليفون البيت عشان ما يبقاش فيه خطر. كريستين قالت له إنها مش عايزة تعيش في خوف، وسألته هل العلاج اللي بيخطط له هينفع؟ شرح لها إن في حالات نادرة الرجوع لمكان الحادث ممكن يحفز الذاكرة، لكنه هدفه الأساسي إنه يبني ثقة بينها وبينه. وصلوا لمجمع صناعي وقابلوا الحارس اللي لقاها في نفس المكان يوم الحادث. قال لهم إنه لقاها عريانة ملفوفة في ملاية ومليانة دم وما كانتش فاكرة أي حاجة حتى وقتها. رجعوا العربية. سألت كريستين إيه اللي كان بيخليني عند المطار؟ قال لها إنه في فنادق كتير في المنطقة وممكن تكون كانت على علاقة مع حد. قال كمان إن التقرير الطبي أشار لعلاقة جنسية حديثة. كريستين اتصدمت وسألته يعني كنت بتخون جوزي؟ الدكتور قال لها
التقرير بيأكد إنها ما اتغصبتش، يعني مش اغتصاب. كريستين ما قدرتش تصدق إنها كانت خاينة. بالليل في الحمام سجلت لنفسها وقالت إنها لازم تفتكر اللي حصل مهما كانت الحقيقة. سمعت أصوات عيال بيلعبوا، خرجت تبص ما لقيتش حد. الليل ده وهي داخلة تستحمى دخل بان معاها، وأثناء العلاقة افتكرت صورة راجل عنده ندبة في وشه. بعدها ناموا، وكريستين حلمت بغرفة فندق والهجوم اللي تعرضت له. اليوم اللي بعده الدكتور ناش كان بيعمل لها فحوصات، وراها صور وقال لها تحدد إذا كانت تعرف أصحابها. كريستين اتلخبطت واتوترت وضغطت زر الطوارئ في جهاز الرنين المغناطيسي. بعدها في غرفة الانتظار قال لها إن الصور دي بعضها عشوائي والباقي من ملفها. صورة معينة أثارت استجابة قوية في دماغها. كريستين معرفتش مين الست اللي في الصورة مع إن مكتوب اسمها كلير. في العشاء مع بن بالليل سألت عنه. بن قال إنه ما يعرفهاش وسألها ليه بتجيب سيرتها. لما قالت له إنها افتكرت حاجة اتشد مع الكلام واهتم هي فاكرة قد إيه. قالت له شوية تفاصيل من الصورة فقال لها دي مش أول مرة تفتكري كلير. وبعدين اعترف إنها كانت صاحبتها زمان لكن سابت المكان وما بقتش موجودة. كريستين أصرت إن الموضوع مهم. بن جاب علبة صور من مكتبه فيها صور ليها مع كلير. سألته ليه مخبيها، قال لها إنه بيحاول يحميها لأن كلير ما قدرتش تتحمل حالتها وابتعدت عنها. كريستين واجهته وقالت له إزاي أثق فيك وإنت بتخبي عني حاجات؟ قال لها إنه هو كمان مش قادر يتحمل كل حاجة طول الوقت. بعدها عملت تسجيل جديد بتقول فيه إن بن بيخبي عنها موضوع كلير وإنها مش قادرة تثق فيه. الدكتور ناش اتصل بيها وشرح لها كل حاجة من الأول. كريستين فتحت تسجيلها من اليوم اللي فات اللي كانت بتقول فيه ما تثقيش في بن. لاحظت إن الصور اللي كانت موجودة على الحيطة اختفت، فغضبت وبدأت تفتش في مكتب بن. لقت مفتاح وفتحت بيه درج فيه صور، وهي بتتفرج على الصور افتكرت مشهد لصاحبتها كلير وهي بتقول لها إنها حامل. جريت بسرعة تبص على الصور اللي في الحمام وعلى الألبومات لكن ما لقيتش أي دليل إنها كانت بصت على بطنها ولاحظت علامات تمدد، وفجأة افتكرت حوار مع ابنها. اتصلت ببن وسألته عن الطفل. رجع البيت بسرعة وهي كانت منهارة عايزة تعرف ابنها فين. بن حضنها وقال لها إن ابنهم مات قبل ما يتم 9 سنين. وراها علبة فيها صور لآدم ابنهم وهو بيبي. كريستين فضلت تعيط لكنها ما افتكرتوش حتى وهي ماسكة الصور. شافت شهادة ميلاده وورقة بخط إيده. بن خد الصور تاني وبعدها كريستين عملت فيديو جديد قالت فيه إن حزن بن قديم لكن بالنسبة لها هي بيبتدي من جديد كل يوم. الليل ده حلمت كريستين بكابوس عن الراجل ذو النطبة والهجوم عليها. صحيت مرعوبة وشافت تسجيلات بتاعت آدم وفضلت تعيط. بدأت تشيل صور الحيطة اللي في الحمام. تاني يوم وهي مع ناش سألته إذا كان يعرف عن ابنها. قال لها إنهم اتكلموا عنه قبل كده. بدأت تفكر إنه ممكن يكون أحسن إنها ما تعرفش كل حاجة. طلبت من ناش بس يقعد معاها شوية. الليل ده قعدت مع بن يتكلموا عن آدم. سألته كنت أم كويسة قبل الحادث؟ قال لها كنت بتحبيه جدا. افتكرت مشهد بسيط منه. قالت لبن إنها عارفة قد إيه الموضوع صعب عليه إنه يعيش القصة دي كل يوم، لكنها طلبت منه ما يخبيش عنها ابنها تاني. اعتذر لها. بالليل حلمت تاني بكابوس في أوضة فندق. شافت ورقة مكتوبة عليها اسم مايك، وافتكرت الراجل ذو الندبة. افتكرت كمان أجزاء من الهجوم. صحيت تاني يوم وناش كان بياخدها بالعربية، وهي قاعدة افتكرت اسم مايك وقالت له إنه الراجل اللي أذاها. الدكتور حاول يطمنها وقرب منها يقبلها، لكنها شافت بطاقة اسمه وكان مكتوب عليها مايك. افتكرت إنه نفس الراجل اللي ضربها في الأوضة فجريت من العربية. مايك جاب حقنة من شنطته وجرى وراها لحد الرصيف الطويل. مسكها واداها مهدئ. بعدها كريستين كانت في بيتها على الكنبة. رن التليفون وكان ناش الحقيقي على الطرف التاني.
قال لها إنه اداها مهدئ عشان تهدى مش عشان ينومها. أكد لها إنها كانت متلخبطة وبتعمل إسقاط لمخاوفها عليه. قبل ما يقفل قال لها إنه اكتشف حاجة عن بن ولازم يقولها لها شخصياً. بن رجع البيت وقعدوا يتعشوا. سألها كنت بتكلمي مين على التليفون وأنا بكلمك؟ قالت له كدبة إنها كانت بتكلمه هو. اليوم اللي بعده الدكتور ناش قال لها إن حالات زيها ممكن يطوروا مشاعر تجاه دكاترتهم، لكن الغريب إن الدكتور نفسه يتأثر بالمريض. قال لها إن ده مش مهني وإنه هيحولها لزميلة تانية. كريستين قالت له أنت أملي الوحيد وإحنا بنتقدم، لكن هو رد هيبقى غير أخلاقي أكمل معاكي. قال لها إنها بتتقدم فعلا لأنها افتكرت تسجل الفيديو من غير ما يفكرها، وبعدين كشف لها إنه عارف إن بن خرجها من مصحة وأدخلها دار رعاية، والمدير هناك قال له إن صاحبتها كلير بتحاول توصل لها. ادها رقمها، وكمان قال لها إن بن طلقها من 4 سنين. كريستين اتصلت بكلير وسابت لها رسالة إنها محتاجاها ضروري. راحت لبن في شغله وسألته إحنا مطلقين. غضب جدا لكنها صممت تعرف الحقيقة. اعترف إن بعد وفاة ابنهم سابها، لكنه رجع تاني ومش هيسابها أبدا. كلير رجعت اتصلت بيها. كريستين بدأت تفتكر شوية حاجات عنها. كلير قالت إنها كانت بتتصل بيها في دار الرعاية كتير. قالت إنها وحشتها ونفسها تشوفها. اتفقوا يتقابلوا في مرصد. لما شافوا بعض اتعنقوا بشدة. كريستين سألتها كنتي أم كويسة؟ قالت كنتي عظيمة وبان كان أب كويس. وبعدين سألتها مين اللي عمل فيا كده؟ راحوا يشربوا حاجة وكلير قالت لها إنها كانت في علاقة غرامية واعترفت لها بيها، لكنها ما قالتش مين الراجل. كلير اعتذرت لأنها قالت لبن، لكنها قالت كان لازم عشان الشرطة. كريستين افتكرت إن ده السبب اللي خلى بن ما يتكلمش معاها عن أي حاجة. كلير كملت وقالت بعد الحادثة حاولت أساعد بن وقعدنا كتير سوا، وفي الآخر حصل بينا علاقة. قررت تبعد عشان كده. قبل ما تمشي ادت لي كريستين جواب من بن الأصلي. فيه كان كاتب إنه سابها عشان خاطر ابنه اللي ما قدرش يشوف أمه بالحالة دي. كريستين خلصت قراءة الجواب لما بن المزيف رجع البيت. سجلت فيديو وقالت فيه إنها بتحبه، وإنه لما يشوف الفيديو هيكون عرف كل حاجة. ورت الفيديو لبن وقالت له عن كل اللي حصل الفترة الأخيرة. ولما قالت له إنها سامحته وبتحبه ضربها. كريستين كلمت كلير وقالت لها إن بن ضربها. كلير ردت وقالت لها بن عايش لوحده وما شافكيش من 4 سنين، وطلبت منها توصف الراجل. الوصف ما كانش زي الحقيقي. كلير قالت لها إن بن الحقيقي عنده ندبة في وشه. كريستين افتكرت المشهد وجريت على الحمام تدقق في الصور، ما لقيتش ندبة. وقتها كلير قالت لها الراجل اللي عايشة معاه مش بن. كريستين اكتشفت إن الصور كلها متزورة. بدأت تفتكر الهجوم، لكنها معرفتش تقول لكلير عنوانها. سمعت صوت الراجل مايك بيحاول يدخل. نزلت تدور على مخرج، لقت الباب مقفول. لقت مفتاح الباب الخلفي وخرجت، لكنه مسك. الصبح تاني يوم صحيت كريستين في السرير معاه. رجعت الحمام شافت الصور. خرجت لقت الراجل بيأكد لها إنه بن. لما خرج اتصل بيها ناش وقال لها تدور على الكاميرا. شافت فيديو قديم وهي بتقول إنها بتحبه، وبعدين لاحظت كدمة على خدها. رن التليفون وكان بن المزيف بيأكد عليها تجهز شنطة عشان عيد جوازهم. قالت له إنها بتحبه. بعدها ناش حاول يكلمها، لكنه اتفاجئ ببن في الاستقبال. مايك عرف نفسه وقاله يبعد عنها. بالليل أخدها الفندق قريب من المطار. سألته هو عيد جوازنا؟ قال لها مش عيد جوازنا، ده ذكرى من نوع تاني. قدم لها كاس شمبانيا وقال لها عايزها تفتكر اللي حصل. فجأة افتكرت إنه مايك مش بن. سألته فين بن الحقيقي؟ قال لها سابك. طلعتك من دار الرعاية بأوراق مزورة عشان أعتني بيكي، بس تعبت من الكذب. افتكرت إنه نفس الراجل اللي هددها وهجم عليها. اعترف إنه بيكره نفسه عشان اللي حصل، لكنه مش عايزها تسيبه. لما حاولت تهرب ضربها تاني. قال لها هنعيش سوا أو نموت سوا. بدأ يمسح كل تسجيلاتها من الكاميرا، وقال لها
لازم تنسي بن وآدم، هم نسيوكي. لكنها افتكرت إن آدم لسه عايش. بدأ يضربها ويخنقها. كريستين قاومته وطعنته وهربت. طلعت جرس الإنذار، فجت الشرطة والإسعاف. في المستشفى كانت بتسجل فيديو جديد بتحكي اللي حصل. دخل ناش أوضتها وقال لها إنه معاها كصديق مش كدكتور. قال لها إن كلير هتيجي تاخدها عندها. سألها: فاكرة كلير؟ قالت آه. قال لها إن مايك هيقضي عمره في السجن، وبعدين قال لها: عندي زائر ليكي ممكن يبقى نقطة تحول في علاجك. فتح الباب ودخل بين الحقيقي. قال لها: أنا بن، مستحيل أسيبك لو كنت أعرف إنك في خطر. قعد يحكي لها عن ابنهم آدم. وبعدين دخل آدم بنفسه. قال لها: أنا آدم. وفجأة كريستين افتكرته وافتكرت كلمة كانت دايما بتقولها له وهو صغير. حضنته وهي بتقول: ده ابني آدم.